أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويخلق ما لا تعلمون وجهت للمغني الكريم الوالي وجهي وأعناني في شوالي وجهت للمغني الكريم الوالي وجهي وأعناني في شوالي يشكره إن شاءه أقوالي والعقل والأعمال كالأحوال خبأت كون الله ذي الجلال لي وجاد لي بالحلال لي جاد بالعلوم والأموال وما يفوق الظن من نوال قلت وما شككت في مخالي بعد انفكاك الحجر والعقال مددت للأكرم ذي الجمال يدي وجا بمخجل الآمال إلي وجه لدى الإعسال منسي ما بعت من الأعسال لي جاد بالأهل وبالأنسال بفضله وجاهد الإرسال أشكره بالقلب والأوصال وجاد بالفيد وبالإيصال تسليم مغن قادر فعال لما يريده من الأفعال على الذي خدمته أشغالي ماهي الفرا والشك والأدغال ليس الحروب الكاشف الأوجال منجي خديمه من الإخجال محمد وآله الآلي وصحبه في الحال والمآل وسيلتي للمتعالي الوالي من لي قضى الحاجات في شوال ناجيته بالعقد والأقوال ورم للأعمال كالأحوال اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك لي فيما أخذته من قولك قال قد أوتيت سؤلك يا موسى بلا آفة ولا كدر أبدا قلت وقصدي شكر ربي أبدا بلا شكاية وأفنى الكبدا الحمد لله الذي لم يلدا وليس مولودا وأعطى البلدا لله شكري بعد حمد خلدا على الذي خير نبي ولدا قلت وأحيي بالنبي المولدا إن شاء من خلقه وأولدا دعا مدادي لامتداه أحمدا كوني خديمه وأفنى الكمدا أمدحه مدحا يقود المددا لي به ممن هدى وسددا وجه لي مدح النبي رغدا وأمس ينسيني بيومي وغدا تسليم من أحمدنا قد مجدا على النبي وعلى من سجدا يسر لي بالمنتقى من هبدا بمدحه وكونه لي بدا تسليم مغن لا يزال سمدا على الشفيع ذي المزايا أحمدا سلام نافع يبين بالهدى على النبي أحمد نور من هدى آلاف تسليمات باق أفردا على ابن عبد الله حيث وردا للمنتخى أفضل من تولدا وخير والد ينير الخلدا كتابتي بوجه من توحدا في ملكه الكافي الذي قد ألحدا ينفي امتداح المنتخى من جحدا لغير نهوي خائيا وملحدا
ينفي امتداه المنتخى من جهدا لغير نهوي خائبا وملحدا إلى النبي أوصلت بشرا قد بدا مدة أعوام وبشري أبدا محمد خير نبي أرشدا بربه من اهتدى واسترشدا وأجرني جزاء باخ أيدا كلي به كما عدوي قيدا سألته كوني به مجددا بلا أذى وقد كفاني يددا أعطاني السؤل الذي لي أبدا كوني خديم خير من تعبدا ويومئذ يفرح المؤمنون وجهت وجهي للخديم الباقي بالأرضين السمع والتباق يقيني الهدى مع الإملاق وجعلني بالحق والإطلاق وثقت بالمكرم الرزاق مستغنيا به عن الأرزاق مصليا على النبي الراقي حين به أسرى على البراق آواني الله لدى إباقي من الورى إليه كالسباق ذلل لي ذا الشرك والنفاق وبي يبشر ذوي الوفاق ينجيني الله من الإغراق إن شاء راجحا مع الإشراق فزت ببيه كان ذا نفاق وقد تهيأت إلى آفاقي رجوت من مكرم خلاق ما شئت منه وهدى أخلاقي حفظني من درر الفساق وجاءت البشر بالنساق أشكره مراخيا وثاقي وفك كبلي قاطعا وثاقي لي جاد بالفلك وبالمعناق وبحلال طيب وناق من علي الهام بانتلاق ولي يجود فيه بالتلاقي وجه لي كنزا نفى إملاقي في البحر شاكرا مع الإطلاق ملكني هند ذوي الأوراق ما أخجل السجان كالوراق نفى الأهادي ذوي الأحداق عني بعد المكث والإهداق ولوا مع الخزيان والهقاق إلى قبورهم ذوي شقاق نفاهم هني رجال الباقي بالأرضين السمع والتباق اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه يا من فعلت لي بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم ما لم تفعله لأحد قط ولا تفعله لأحد عود وإن لك لأجرا غير ممنون وجهت حمدي للذي لم يرد لي ترك امتداه المنتقى المفضل الحمد لله الجميل الأجمل على النبي المجتبى المجمل نفعني النافع بالمكمل الفائق المدثر المزمل نفع النبي المعتمى المؤمل يقول لي بلا انتهاء أملي لم تنه نحوي موجبات الخجل أو موجبات كدر أو وجل كفاني الحامي عن التزلزل مورثه وجاد لي بالنزل لوجهه الكريم صفى منزلي من كدر بخير ذكر منذل أذهب باق جاد لي بعسل مع سابقة جاذب معسل جذب لي الخط بغير ملل سرا هماني عن أذى وهلل رفع بشكر شكور هملي
ولسوى ما اختير لي لم أمل إكرام ربي في البرية العلي لي قاد أجرا مثله لم أفعل غاب الذي لي قاد ذو التفضل من الأجور عن سوى المفضل يقول لي من قال لي ورتلي سرا ومن يمحو أذاي يعتلي رفعت حمدي مع شكر يعتلي لوارث لي قال خير معتلي ملكني الكتاب خير منزلي وليصفي الليل خير منزلي ما توجه سوى الأنفهلي من ما يريد أبدا ينفهلي ناجاني المكرم ناجاني المكرم بالتأجل ناجاني المكرم بالتأجل وقال للحسنى بغير أجل وجهت أقلامي لخير السبل وجاد للأكرم بالتقبل نفى الإله كل ما لم يرد لي لما يسرني بالمفضل بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيد الهرب والهجم اللهم صل وسلم وبارك على سيد الهرب والهجم سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ووجه بجاهه إلي ما يعصمني من كل وجل ووجم وفرحه بهذه الأبيات وفرحه بهذه الأبيات يا منذر السور والآيات آمين يا رب العالمين اللهم بحق وجهك الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل هذه الأبيات واجعلها من أكبر الآيات آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لذكر لك ولقومك وغاني المانه كل در ينمو لغير الدر كالمدر أتاب سري وأتاب جهري كتاب ربي وأتاب دهري نويت أن أتلوه ذا فسري له به وجاد لي بيسري ناجيته تناجي المضطر قبل به وحسنها للغر هداني الهادي بغير مكر ولا غرور ناسما من نكر لمنذر القرآن ينحو ذكري مع رسوله وينحو سكري ذكرت ربي وهبا بكسري وللنبي نبي به ونثري كرمني حب النبي البر بمالك البحر به والبر رد لغير الله كل شر بجاهي وجاد لي بالسر لله كل بصلاة الظهر والعصر والمغرب بعد الظهر كليتي لدى العشاء والفجر لله بالمختار باب الأجر وجه ربنا إلينا أحمدا وخنها عن كل ما لم يحمدا للجنة قاد الذي قد تبعا وانقاد للنار الذي لم يتبعا قلب الذي انتقل يزداد اهتدا وقلب من أباه يزداد اعتدا وجهت كلي للإله والرسول وخاد لي كتابه وكل سول محمد عليه أفضل سلام مع صلاة قد كفاني الملام كتابه كل كتاب عسلا وإنه بغيره لن يعزلا وجهت قلبي ولساني والبدن لمن كفاني عداه وددا هو الإله وهو الله الصمد الرافع السماء من غير عمد وهو لم يلد ولم يولد ولا كمثله شيء وعمري خولا علمني بقل هو الله أحد بأنه ليس له كفءا أحد له خطابي وهو خير ملتحد بعد فراقي من قلا ومن جحد
أذهب كل ما يودي للحساب إلى سواي باقيا بلا حساب كرمتني تكريم باق النافع وكنت لي بأنفع المنافع لم ينحني من لم يكونوا تائبين بل صرفوا معا لغير هاربين لقنتني تلقين موح ملهم وقت المجاهدة أي مبهم شكرتني عند عبادك الكرام وقلت لي مخجل سؤلي من مرام يسرت لي ولي ما رمت ذهب وكنت لي بما بأعدائي ذهب آتيتني الأعظم في عقائدي والقول والفعل فنعم قائدي واجهتك اليوم بشكر يرقى للعرش والكرسي نعم المرقى كلمتني خلصتني لنفسك أيدتني قطعا بروح قدسك كلمتني خلصتني لنفسك أيدتني قطعا بروح قدسك يحبني فيك العباد والرجال وقدتني بما طوى عني المجال لست أشك أبدا فيك ولا في الذكر والماهي وقدت للولا ودود يا وهاب يا ولي يا من أتاني سرك المخفي نفعتني نفع البديع الوالي في العقل والقول وفي الأحوال علمتني بخلقك الأشياء سلبت لي الدرر والأفياء ملكتني بلا أذن شكرتني أمنتني أيدتني بشرتني أكرمتني فإنك المكرم يا من لديه ضرري منصرم لك خطابي شاكرا وحامدا يا من أخلد له المحامدا وقيتني سلمتني عصمتني أتهمتني سقيتني كرمتني كافأتك اليوم بأخزي الكتاب وكل ما اخترته بلا عتاب يقودني إلى الجنان ذكرك وانخاد لي في كل شيء شكرك لك فؤادي ولساني والبدن يا من كفاني عداك وددا وجهت وجهي بتلاوة الكتاب لمالكي وأرتجي خير صواب الحمد لله الذي قد منا بخير ذكر قد يرم شأنا نشكر ربنا الذي تقبل منا تلاوة كتاب أنزل نشكره على توجه الضرر إلى سوانا وكفينا من غدر هدى ونور وردا وبركة هدى ونور وردا وبركة في ذكر من به ارتفاع مدركا للمصطفى ذكر حكيم يغني عن المدافع بحفظ المغني كون ابن عبد الله سيد الورى بان لكل من حجاه نورا توسلي بالمصطفى المفضل لي قاد تقديما من المفضل إن رسول الله فاق البشر والجن والأملاك حاق الفخرا إن رسول الله فاق البشر والجن والأملاك حاق الفخرا بركة الكتاب أبدى الكون خديم من جهل نور الكون عني نفى القرآن قبل كل ما لم يرده لي ذو الأراضي والسماء زنت مكاتب زوات هددي لله والرسول وقت النكد يقول للباقي دواما ما أود إلى الجنان دون ضر أو كبد زاد لي الباقي مسرة تدوم في سورة الأنفال حبذا الكريم لله ما كتبته من جيتشي ولرسوله لختم جكتشي هدية مني لربي الشكور ولنبيه خديما ذا شكور مني لله وللرسول ولذوي الإسلام والقبول من دكتش إلى دخول الجنة خطي بلا أذى وخير فتنة غنيت بالجزاء والأجور وبالثواب عن أذى الدهور فتن يمهد وبيع رابح ينهو إلي فائز أو صالح ربحة التجارة المتجهة لمن لينقاد الجزاء ووجه هدى ونور ورضا ويسر أنلتها ممن هداه البر تاب علي من لديه غسلت
عني عيوبي كالأذى فانغسلت واجهني من ربي الكريم النافع الرحمن والرحيم رضا وبشر وأمان وصفاء بلا نهاية بأجر عرفا زادني الباقي زيادة الرحيم أشكره على كتابه الكريم قال لي القرآن قولا لم يكن لغيري الدهر وخاد لي يكن كون لي من لم يكن بحاجز ما جاد لي منه بوعد الناجد رد المكاره لغير الله قطعا ولا إله إلا الله يسوق ما خلقه أو يخلق من الأذى إلى سواي المطلق مع الذي رجال بالكتاب عني سوى الأمان والثواب وجهت للباقي العلي كليتي عقلي وقولي هملي ونيتي أدخلت في جيب الرسول كليا صلى عليه من أجل كليا ديني كتاب المصطفى لا غير وينتهي إلى سواي الطير قبلت ربي والرسول والكتاب مستغنيا عن الحساب بالثواب لله قد وجهت ما أغناني عن الخلائق إلى الجنان إلى النبي وجهت ما يغنيني عن الوسائل بلا تغمين لله قد وجهت توحيد الرسل عليهم أذكى سلامي من يجل جهادي انقضى وربي قبله وهو كسعي كل هاد أرسل نفي إلهي الحدا لغيري في أبد مها جميع ديري نفعني النافع نفعا جسبا لي قلب كل فائز فانجذبا هداني الله بلا إذلال ومعرضا لي جاد بالحلال تجود لي حروف ذكر ربي بخير علم نافع مربي فداني الباقي بمن لا يخفى وجاد لي منه بسر أخفى قلت وقصدي تحدث بما لي قاله ولا يريني نقما دل على كوني خديم المتبع صلى عليه ربه كما اتبع فوزي بشيء غاب عن سواه وأن ذاك في الذي يهواه أنالني الباقي لديه ولدا خير الورى ما لي صف الخلدا زاد بلا نهاية كليتي من لا يزال قابلا لنيتي فهمني العليم والخبير من أجل ذا فارقني التدبير لوجه من لست ألاقي أبدا به مبيعي عددا مؤيدا لسان شكري بعد ذكري حامدا بلا انتهاء ذا بقاء خالدا هو الذي جيمي ولام يشترى وغاد لي بلا أذى ما كثرا إلي قال يمن مالي أباح بلا عذاب أو حساب ذا فلاح لوجه الكريم فارقت المبيع بلا ملاقات وإنه السميع إذا تناولت سوى المبيع لانقاد جود الأنفع السميع خير جميع العالمين أحمد صلى وسلم عليه الصمد رجوع شيء من 30 مع 3 قد بعتها قد منعما هدية من المكرم الكريم لي أبدا غير الذي اشترى الحليم توجهت لغيري المبيها إلى جنان من هدى بطاعة واجهني الثمن والصواب والأجر والجزاء والثواب إلي قاد الله ما لي خادا يمنا ونورا وهدى فانخادا لي وجه النافع ما توجه لي ردا ولي صفاء وجها أديم شكر الله للجنان بلا تقرر ولا عدوان وادعني كل ليال لم يكن من الذي اختاره الله بكم لله رب العالمين الحمد علي لم يعد خطا أو عمد أعاذني الله من الشيطان ككدر وجاد بالأمان اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه كما جعلت هاتين القصيدتين مقبولتين من قائلهما بقدر عظمة ذاتك بلا آفة ولا كدر بينه وبين أحد في شيء ما أبدا آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.